السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا وصلنا او قربنا للمسجد ان شاء الله، وقع لنا شوية تأخير ولكن الحمد لله انه وصلنا. احنا بجانب المسجد، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين يكتالون على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما
الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا إن الكتاب لمنازل في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله أتممنا التراويح اليوم، لكن لم نختم لأنه سألت يعني أخ جنبي قال لي في التهجد يعني يتم الختم، يعني صلاة التهجد حتى يقع الختم معناها في التهجد، مش باش يختم في اللحظة هذه بالذات. يعني تو الناس يعني نعتبروا كملنا كل الركعات وختمنا هذه الليلة، لكن الختمة الأخيرة يعني باش نوصلوا لصورة الناس حتى في
بإذن الله في صلاة التهجد إن شاء الله. صلاة التهجد يكون أتممنا كامل كتاب الله عز وجل. بالمناسبة هذه ندعو الكل متابعي الصفحة أن يهديهم ويصلح بالهم وأن يغير حالي وحالهم من حال إلى أحسن حال، وأن يتقبل مني ومنهم صالح الأعمال. نسأل الله لنا ولهم القبول، نسأل الله أن يدخلهم الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. وأردت أن أخص اليوم بدعاء للأخ رضوان اللي استقبلني اليوم في بيته وألح وأصر إني نشق الفطر معاه في بيته، لهذا تأخرت اليوم. نسأل الله أن يهديه ويشرح قلبه وأن يغير حالي وحاله من حال إلى أحسن حال، وأن يدخله الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي في الله، أحبك لوجه الله. نسأل الله كما جمعنا في الدنيا أن يجمعنا في الآخرة تحت حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نشرب جميعا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. الناس راه عزيزين. شوف لا ما تكونوا